التسامح شيء جميل، وإنك تدي فرصة شيء عظيم جدا. ما يعملوش غير إنسان عظيم. بس اللي يدي فرص غير محدودة لناس هو عارف إنهم حرفت تضييع فرص، ده إنسان ظالم لنفسه. السلام عليكم. فاكر برنامج من سيربح المليون؟ كان مشيبنا والله البرنامج ده. لا، والأستاذ جورج قرداحي بقى الله يمسيه بالخير كان عليه وحدة جواب نهائي كان بتشككني أنا شخصيا في اسمي. عامل مهم من عوامل نجاح البرنامج ده هو فكرة المغامرة. تنسحب من البرنامج وتاخد المبلغ اللي كسبته وعصفور في اليد، ولا تكمل ويا تكسب أكتر يا تخسر كل حاجة ونطير لك العصفور بتاعك كمان. تفتكر لو قلت لك دلوقتي إنهم هيعملوا جزء جديد من البرنامج بسيت اب جديد خالص؟ الضيف هيتسأل، لو جاوب صح يكسب، جاوب غلط ياخد فرصة تانية، جاوب غلط تاني ياخد فرصة تالتة، ويفضل كده لحد ما يخبط في الإجابة الصح، إن شاء الله حتى يفضل يغلط للصبح. تفتكر ممكن تتابع البرنامج ده تاني لو بقى بالشكل ده؟ ما ظنش، مع إن ده تصور خيري جدا. يعني الكل هيكسب والكل هيروح مبسوط وكلها هتتراضى. انت ليه بقى مش عايز الناس تكسب وعايز تصعبها عليهم؟ انت ايه يا عم، شكلك كده ما بتحبش الخير للناس. بص يا صديقي، انا مش جاي احطك في معضلة اخلاقية ولا جاي اشيلك احساس بالذنب. انت زي الفل ومش منفسن ولا اي حاجة، بس هي دي الطبيعة البشرية. انت من جواك فاهم وعارف كويس قوي ان الفرص محدودة. ده نظام الكون، دي طبيعة الحياة. عارف لعبة الروليت الروسي؟ أكيد شفتها في أي فيلم. يعني هو مسدس بساقية كده فيها 6 طلقات، لكنهم بيحطوا فيها طلقة واحدة بس ويلفوا الساقية ويبتدوا يضربوا على بعض بالدور. اللاعب المحظوظ في الاتنين اللي بيلعبوا اللعبة دي عنده 5 فرص للنجاة، وده الحد الأقصى. يعني 5 ما كانش فيهم الرصاصة قطعا هتكون موجودة في السادسة. هل في عقل أو منطق في الدنيا يقول إن ممكن حد في لعبة زي دي ياخد فرص غير محدودة؟ ما تبقاش لعبة. سيدنا موسى نبي ليه شأن عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. كفاية أقولك إنه الإنسان الوحيد اللي ربنا كلمه بدون حجاب، وإنه أكتر نبي اتذكر اسمه في القرآن الكريم. شوف المكانة العظيمة. ربنا بقى بعته لعبد صالح عنده علم مش عند سيدنا موسى، وقال له روح له علشان تتعلم منه. هذا العبد الصالح بحكم علمه يعني فهو أكيد أدرى الناس بمكانة سيدنا موسى ومنزلته عند ربنا. ومع ذلك كان في بينهم اتفاق واضح وصريح ومنصوص عليه بمواد مباشرة. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أمشي معاك وتعلمني؟ العبد الصالح قال لسيدنا موسى إيه؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني أنت ما عندكش فكرة عن اللي أنا هعمله ومش هتصبر عليا. سيدنا موسى قال له إيه؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أنا هتعلم وهصبر، مش هعصي أوامرك. ده كلام حلو قوي. العبد الصالح رد وقال له: قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تسألنيش في حاجة لحد ما فهمك أنا واشرح لك كل حاجة. صعبة دي خالص. ده كان نص الاتفاق اللي كان ما بينهم. هل سيدنا موسى قدر ينفذ الاتفاق ده؟ لا، ده أخل بالاتفاق 3 مرات. مرة لما العبد الصالح خرق السفينة، ومرة تانية لما قتل الغلام، ومرة تالتة لما أقام الجدار اللي كان قرب يتهد. في كل مرة كان سيدنا موسى بيستنكر فعله وبيقول له: إيه اللي أنت عملته ده؟ وكان العبد الصالح بيقول له: إحنا مش اتفقنا إنك ما تسألنيش؟ فسيدنا موسى يفتكر وعده ليه ويقول له: طب خلاص أنا هسكت. في المرة الأخيرة العبد الصالح قال له جملة مهمة جدا. قال له إيه؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. هنا خلاص فرصك معايا خلصت. اديتك فرصة مرة و2 و3، مش هديك فرص أكتر من كده. عارف ليه؟
علشان لو اداله 100 فرصة كان سيدنا موسى برضه هيسأله 100 مرة، فهو قرر إن آخره 3 فرص وبس. عمل معاه كده وهو مين هو؟ ده سيدنا موسى كليم الله. انت بقى بتدي فرصك لمين؟ لواحد ضحك عليك وغشك بدل المرة 10 مرات؟ طب مستني ايه؟ يقفلهم دستة يعني ويحطهم في النيش؟ مكان اتظلمت فيه واتهدر حقك ولما اشتكيت قالوا لك معلش والله يعني مش هتتكرر تاني، واتكررت تاني وتالت ورابع، وبقت تتعاد معاك أكتر من مسرحية العيال كبرت في العيد. مستني إيه؟ إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. التسامح شيء جميل، وإنك تدي فرصة شيء عظيم جدا، ما يعملوش غير إنسان عظيم. بس اللي يدي فرص غير محدودة لناس هو عارف إنهم حرفت تضييع فرص، ده إنسان ظالم لنفسه. في وقت معين في عمر علاقات كتيرة قوي لازم تقول فيه جملة سيدنا الخضر أو العبد الصالح: هذا فراق بيني وبينك، هنا نهايتها. والوقت ده انت اللي هتحدده، مش سامح حسين اللي هيحدده لك. انت أدرى، انت اللي عارف اللي قدامك ده اشتغلك كام مرة. وقتك وصحتك وسلامك النفسي كلها أمانات ربنا أمنك عليهم، ما تضيعهمش بقى. وزي ما هو ظلم إنك تدي حد أقل من حقه، فمن الظلم برضو إنك تدي حد أكتر من حقه. أو زي ما قال الشاعر: وكن على نفسك الحفيظ فإنما يضيع نفسه من لا يرى نفسه. كل سنة وانتم طيبين.